السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة الخير. في هذه الدقائق أبعطيكم معلومات بسيطة عن اللغة الأورومية، وبعطيكم بعض الأمثال باللغة الأورومية. حأعطيكم 3 أمثال يا جماعة الخير. اللغة الأورومية تعتبر هي من أكبر اللغات الموجودة في أثيوبيا. اللي ما يعرف أثيوبيا هي الحبشة. ليش؟ لأنه عرقية الأورومو تعتبر هي الأكبر في العرقيات الأثيوبية كعددا، فبالتالي اللغة منتشرة انتشار كبير. بعض الأمثال في اللغة الأورومية: المثل الأول: أولبرري جبرري اللاتين دو تلفة. حرفيا هذا المثل يقول: طير فوق أو طير تحت، الطير نهايته في الأرض. هذا المثل نقوله لمين؟ نقوله للشخصية، يعني زي ما يقول لك تروح ولا تيجي في النهاية مردك لي. هذا جانب. المثل الثاني: قاف بشان دبامي وان هنشوفتنا ما قوتو بيكني. المثل حرفيا يقول لك لما تنعدم الموية أو ما يكون في موية تعرف إيش فايدة اللعاب. هذا المثل يا جماعة الخير نقول له لمين؟ في هذا الصدد اللي هو خلينا نقول موضوع الوطن اللي أنا دائما أتكلم عنه. في ناس أحيانا ما يعني يقول لك أنا والله ما أبغى وطني، ما أبغى بلدي، ما أبغى. لما أنت تختفي عنك النعمة اللي أنت عايش فيها في وطن آخر غير وطنك تعرف إيش فايدة وطنك. فهمت علي؟ أوكي. الثالث: كيسة أدرين بنيسة. حرفيا هذا المثل يا جماعة يقول لك القط في داخله وحش، أو باللغة الأورومية عندنا بنيسة أحيانا يطلق على الضبع، فممكن نقول القط في داخله ضبع أو القط في داخله وحش. لمين يقال هذا المثل؟ هذا المثل يقال لشخصية تظهر للناس إنها شخصية أليفة وفي داخلها لا شيء آخر، أو شخصية أصلا هي فعلا أليفة لكن لو انفجرت حتعدم الدنيا كلها. عموما حبيت أوصل لكم الفكرة هذه وبشيء بسيط جدا. اللغة الأورومية لغة عريضة وكبيرة جدا وفيها حكم وفيها شيء جميل جدا، وإن شاء الله بإذن الله يعني القادم أجمل. واللي عنده يا جماعة الخير أمثال بالأورومو يكتب لنا إياها، نطلعها هنا ككومنت ونجاوب عليها بفيديو ونشرح للناس بعض الأمثال الأورومية. يعني شكرا لكم جميعا.